ما كملتش تعليمي واشتغلت في ورشة ميكانيكي سيارات، والحمد لله فتحت ورشة والدنيا كانت ماشية. خطبت بنت في ثانوي وكانت يتيمة وفقيرة، جابت مجموع حلو في الثانوية وكانت أمنيتها تدخل الهندسة. قلت لها أحسن كلية تدخليها ومصاريفك كلها عليا، وفعلا عدت سنين الدراسة وأنا اللي كنت بدفع لها كل مصاريفها، وأخيرا اتخرجت. وقلت لها اتجوز بقى، بقالنا سنين مخطوبين. حسيت إنها بتأخر جوازنا بأسباب وهمية، ولما سألتها انت ليه مش عايزانا نتجوز؟ بصراحة شغلي واخدني اليومين دول. جوازنا مش هيأثر على شغلك في حاجة. الحقيقة موضوع جوازنا ده بقى صعب شوية. ازاي؟ مش فاهم. مستواي دلوقتي اختلف، بقيت مهندسة وبقى صعب عليا اتجوز ميكانيكي. الميكانيكي ده هو اللي صرف عليك لحد ما بقيتي مهندسة؟ ده كلام مش هيجيب همه. وعلى العموم كل قرش صرفت عليا هردهولك عشان ما يبقالكش جميلة عليا.